انت بتقرا سوره ربنا قاسمها بينك وبينه، هل يجوز مصافحه النساء؟ ايه ده، هي فيها اوبشن ولا ايه؟ مصافحه النساء حرام من الصغائر. يعني انا مثلا قابلتني واحده من اللي بيحضنوا، واحده بتسلم وتحضن يا سيدي، بتسلم وتبوس يمين وشمال، اقول كسر خاطر المسلم حرام؟ الشخص قال انت حرقت قرآن من بيئة لك وانا بدون حمايه. قصدك ايه بدون حمايه؟ انت مستني ان هم يعملوا لك حمايه؟ يا ابني انت هتعيش في رعب مدى حياتك، انت عبره لمن لا يعتبر. حبايب قلبي ايها الفهم العظيم، وحشتوني. او في مقولة اخرى والله استجن. طبعا يا جماعه فيديو جديد، وللاسف في حاجات اتمنى تعجبكم لان انتوا اللي جايبينها لي. ما تنساش لو ما كنتش تابعت معانا في نحفظ، فاحنا بدانا في اول صفحه في سوره البقره، ودلوقتي المفروض الدور على تاني صفحه في سوره البقره، وان شاء الله في مراحل متقدمه هننزل الصفحه صوت وصوره عشان تحفظها بالتجويد او تعرف حتى تنطقها صح. انت بيبقى معاك الصفحه متقسمه على 3 ايام. خلصنا اول صفحه في الفيديو اللي فات، وان شاء الله تلتزم وتحفظ معانا الصفحه الثانيه، ولو ما كنتش التزمت فمعلش كده انت عليك صفحتين. انما دلوقتي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وضروري جدا تعمل كومنت وتتابع معانا كل اللي بيحصل في الفيديو، ولو غلطنا في حاجه ضروري تراجعنا، لان جل من لا يسهو رغم ان احنا في اكتر من حد في الفيديو اكتر من حد بيراجعه، بس عادي جدا ممكن تعدي غلطه علينا كلنا، فانت رايك مهم. يلا بينا نبدا. المسألة دي خلافية؟ أيوة يا فندم خلافية. خلافيه في انه ما نقراش الفاتحه، في أيوة يا خلافيه. فندم. أيوة يا فندم. الفاتحه نقول العلم ولا ما نقولش العلم؟ هي دي هو بيقولوا دي اساس الصلاه، انه بيها ما فيش صلاه من غير فاتحه. أيوة يا فندم. هذا رأي فقهي. في رأي فقهي تاني، الإمام أبو حنيفة قال في حديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة: لا صلاة إلا بقراءة. مرة تانية، لا صلاة إلا إيه؟ السلام عليكم، ازيك، عامل ايه يا جميل انت والجميل اللي معاك؟ سريعا بس، الحديث بيقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي حديث تاني برضو صحيح تلاقيه على الشاشة، ان الرسول سأل مجموعة من الصحابة قال لهم لعلكم تقرؤون يعني خلف الامام، فقالوا له نعم احنا بنقرأ، فقال لهم لا تقرأوا الا فاتحة الكتاب، يعني ما تقروش اي حاجة ورا الامام، الا لو قريتوا حاجة في الفاتحة، يعني انتوا بتقروا ايه الفاتحة بس ورا الامام، لكن ما تقروش حاجة تانية ورا. طيب نسيب بقى كل ده، نيجي للحديث القدسي اللي ربنا عز وجل بيقول فيه: قسمت الصلاة بيني وبين عبد، فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبد، وإذا قال الرحمن الرحيم فيقول الله سبحانه وتعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين فيقول الله عز وجل مجدني عبد، إلى آخر الحديث. أنت بتقرأ سورة ربنا قاسمها بينك وبينه، عشان كده حتى بنقول للناس اللي بتقرأ الفاتحة ما تقراهاش بسرعة تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لا، تمهل، دي مقسومة بينك وبين ربنا. أنت بتتكلم عن سورة إن إحنا معانا كده السبع المثاني والقرآن العظيم، أنت متخيل؟ بصوا يا جماعة، دي فضل سورة الفاتحة، هتلاقوه تحت في الديسكريبشن، اللينك ده ضروري جدا ترجعوا له، لو أنت ما بتشوفش لينكات لا روحوا شوفوا فضل سورة الفاتحة. ده بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا بقى اطلعوا بره، أنا عارف أستاذ عمرو أديب غار من مراته لميس عشان هي طلعت ترند وهو ما طلعش. هي طلعت ترند لما قالت احنا عايزين نعمل العمره بالمش عارف ايه، ونسبته على لسان حد تاني، وهو جايب واحد يقول الكلمتين دول وبرضه نسبه لشخص تاني. المهم ان احنا عايزين ناخد لقطه. طب يا جماعه انتوا بتاخدوا اللقطه واحنا برضه بنحاول ننجي الناس من الفتنه اللي بتعملوها. حسبي الله ونعم الوكيل. ايه الفيديو اللي بعده؟ هل يجوز مصافحه النساء؟ ايه ده، هي فيها اوبشن ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده، مين ده؟ ما حكم مصافحه النساء ونحن امرنا ان نسالهن من وراء حجاب؟ لا ثواني الاول بس، ما علينا من الدكتور يسري جبر، ربنا يزيده علم ينفع بيه الناس ويهديه ويهدينا جميعا، لان كلنا محتاجين الهدايه. اللي بيسال السؤال ده انت هي محتاجه سؤال ان انا المس واحده ست، هل يجوز؟ انت بجد رايح تسال شيخ في كده ده يجوز ولا لا؟ تمام، احنا هنمشيها ان في حد دماغه كده لسه جايباه، فهنشوف. مصافحه النساء حرام من الصغائر، حرام من الصغائر. طب معلش بس يا شيخ، مصافحة النساء مش في حديث أخرجه الألباني في السلسلة الصحيحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن الرجل بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له. فهي حتى لو من الصغائر فاحنا ما بنستهزاش بالصغائر، هو احنا لسه ما قلناش إن الدكتور بيستهزأ بالصغائر، احنا لسه ما شفناش الفيديو، ربنا يبارك له يعني ليست من الكبائر، واضح؟ حرام من إيه؟ من الصغائر. تمام. لما العلماء في مصر عرفوا إنها حرام من الصغائر، أيوة. وإن عادة المصريين إن المرأة لو ما صفحتش الراجل بيكسر نفسها وبتزعل منه وتقول عليه متكبر. ايه؟ لا، هي بتقول عليه محترم، ما اعرفش بتقول عليه متكبر دي موجوده فين، بس احنا عندنا بتقول عليه محترم ما بيسلمش. فعلماء الازهر
تهاونوا فيها شويه. باي حق يا شيخ، يعني باي حق؟ وحضرتك ليه بتجمع علماء الازهر؟ ما ناس كتير جدا جدا رافضين ده، وعلماء الازهر كتير جدا 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 ما بيسلموش، ولكن احنا باي حق نتهاون في امر ربنا اللي فرضه؟ انت لو ليك حق في الدين تهاون في حقك في الدين، بس انت مالكش حق في الدين، ولا انا ليا حق، ولا الازهر ليه حق، ولا اي حد ليه في الدنيا ليه حق. هو حرام يبقى حرام. التهاون ده يعني ازاي؟ انا عايز اعرف. هاون. فهمت؟ ادي كل الحكايه. وقال لك ان ربنا بيكفر الصغائر. هتوضى كده ربنا ينزل كام مصافحه صفحتها وخلاص مع ماء. طب دلوقتي استغفر الله، يعني احنا بنتعامل مع الذنب على ان هو اتوضى هينزل، ومن يعظم حرمات الله. لا يا دكتور، ويا جماعه انا بحترم كل الدكاتره وكل الناس الكبيره وكل الناس اللي بتعمل مجالس علم، كل الناس دي انا بحترمها، لكن احنا ما بننتقدش اشخاص. هم ربنا يبارك لهم ويزيدهم علم ينفع بيه الناس، وخلي بالك من كلمه علم اللي ينفع بيه الناس. يعني انا دايما لما بقول حد ربنا يزيده علم ينفع بيه الناس، لان في علم ممكن بني ادم يعلمه وما يقولوش للناس، او وده على فكره بيكون ضرر، او ما يقولوش اصلا. زي الحديث ده مثلا بتاع يطعن رجل بمخط من حديد، انا متاكد ان الشيخ عارف، بس ان شاء الله يكون سهل. هصلي هسبح خلاص ربنا يغفر. لا يا شيخ، هصلي هسبح ربنا يغفر لي. انت مالكش حق عند ربنا. احنا لما بنستغفر ونتوب في الذنب احنا بنتامل في الله التوبه. هو ربنا وعدني ان هو هيغفر لي، بس ما ينفعش تتعامل معاه باحقيه. في حاجه كده بس لازم الواحد يكون عارف هو بيتعامل مع مين ازاي. احنا بنتعامل مع الله، فوالله لما بنتوب بنكون ندمانين، بنكون متضايقين من اللي احنا عملناه، عازمين اننا ما نعملوش تاني، لكن مش قشطه هبوس واصلي وخلص الحوار كده كده ربنا بيغفر. هسلم وعشان بس يبقى المثال واضح، هسلم وهستغفر لا منطقيه خالص يعني. بالتالي اهل مصر حتى علماء الازهر معظمهم كنا نشوفهم يصافحوا النساء. دي كارثه. على اساس بيقول لك ان انا كسر خاطر المسلم حرام، ومصافحه النساء حرام اقل في الدرجه. يا شيخ بالله عليك، مين اللي قال ان هي كسر خاطر؟ مين صنفها كسر خاطر؟ يعني انا مثلا قابلتني واحده من اللي بيحضنوا، واحده بتسلم وتحضن يا سيدي، بتسلم وتبوس يمين وشمال، اقول كسر خاطر المسلم حرام؟ القاعده دي غلط، مفيش حاجه اسمها كده. الحرام بين والحلال بين. طب في حد بيزعل من الحلال يتفلق؟ لا بالله عليكم، بالله عليكم. طب ايه البرج هيقع؟ دي حاجه ودي حاجه، ما ينفعش اصلا احطهم جنب بعض واقارن. انت بتعمل الحلال لو زعل التخين هتعمله، ومش هتاخد اي ذنب انك بتعمل حلال. يعني انت عايز تفهمني يا شيخ ان انا هاخد ذنب لو ما صافحتش واحده ست؟ ما هو ده معنى كلام حضرتك، ان انا لو ما صافحت الست وخدت على خاطرها مني يبقى انا كده حرام عليا. الكلام ده غلط تماما وباطل بكل المعنى، يعني بالمضمون والمعنى والظاهر وكل حاجه. ربنا يغفر لنا جميعا. فانا ارتكب اخف الضرارير. لا اخف الضرارير ايه؟ مفيش ضرارير اصلا. هو حضرتك انت اللي لسه حاطط ضرارير جديده دلوقتي. فانتشر في مصر في كل بلاد مصر اريافها ومدينتها وكله، ان الرجاله يخشوا مكان لو المراه مدت ايدها ليه يصافح. والله لو انتشر في العالم كله هنتحاسب عليه. ربنا يغفر لنا جميعا. الغلط بنقول عليه غلط والصح بنقول عليه صح، واللي انت عايز تعمله اعمله يا عم. انت لو طالع من هنا مقتنع ان ده فعل غلط وانت رايح تعمله حر، انا دوري خلص لحد. لا انا ابوك ولا انا امك عشان اقعد اجري وراك اخليك تعمل الصح. كمل يا شيخ. كانه ماشي ومفيش في قلبه شيء بقى، لا هو عايز مثلا يشعر برطوبه بدنها ولا قاعد بيتحرج بيها، لا ده مصافحه عابره كده. في هذه المصافحه العابره حرام من الصغائر، يزداد حرمتها لو متعمد بقى ان هو يشعر بقى رطوبه ايد المراه ويشوف دي خشن. ده بيتحرش. وبعدين حضرتك يعني انا اسف انت عامل ريختر دلوقتي للذنوب، يعني بتقول هو كده حرام، ولو انت بقى نيتك فيها حاجه يبقى كده حرام سنه كمان، ولو عايز تحسس اكتر تعرف نعم ولا غير كده حرام اكتر. يا جماعه هو احنا ليه ما بنقطعش الموضوع؟ يا جماعه مصافحه النساء حرام، صغائر كبائر هي حرام. حضرتك عايز تعملها اتفضل، مش عايز تعملها برضه اتفضل. لا انا هحاسبك ولا الراجل المحترم ده هيحاسبك ولا اي حد هيحاسبك، بس ربنا هيحاسبك. فلا تجعل الله اهون الناظرين اليه. علشان كده انا متعود ان انا ما صافحش النساء، اتعودت على كده منذ، وفي نفس الوقت اللي بيصافح. لا بص يا امر بسيط ده يحكم فيه صاحب الحق وهو الله عز وجل، لا بتاعتي ولا بتاعتي. ليه بقى؟ لان في حديث صحيح والحديث على الشاشه، لا كبيره مع الاستغفار ولا صغيره مع الاصرار. فيا شيخ بعد اذنك اللي انا فهمته كده ان احنا بنستهين بصغائر الذنوب، وبعدين في حاجه كده ان احنا هنتحاسب على مثقال الذره. فانت ايه اللي ضمنك حجم الصغيره دي؟ يعني احنا عرفنا حجمها صغيره ازاي؟ يعني مثلا الموبايل ده كبير والكارت ده صغير، حلو، في حين كده بقى الكارت كبير والمفتاح صغير.
انا لو حطيت اصغر حاجه في ايدي هنا قدام نمله هتبقى حاجه كبيره جدا بالنسبه للنمله. فايا يكن الحجم حضرتك حجمته ازاي؟ يعني انت عرفت منين ان دي صغيره قوي لدرجه ان هي يستهان بيها؟ ده احنا هنتحاسب على مثقال ذره. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يعمل مثقال ذره شرا يره، هتشوفه وهتتحاسب عليه وهيتحط في ميزان. مثقال ذره يا شيخ. والحكايه سهله وما يسقطش من عيني كمان. والحكايه سهله وما يسقطش من عينك. ده لان الشيخ علي جمعه صديقك فطبيعي ما يسقطش من عينك، وهو عشان كان طلع ترند ان هو سلم ووقف جنب ست لابسه مش عارف. ما علينا، ربنا يبارك له الشيخ ويبارك لنا ويهدينا. ما اقولش ان انا احسن منه، اوعى تفتكر انك انت احسن منه. ما يمكن في قلبه اخلاص مش في قلبك، في قلبه شفقة على المسكين، انت وقلبك قاسي. اللهم لا تجعلنا من القاسية قلوبهم. طبعا يا جماعه احنا بدأنا نروح في سكة تانية. دكتور يسري جبر، النصيحة اللي انا بنصحها لك انك تراجع وراه وورايا، يعني راجع ورانا كلنا. انت دايما خلي مرجعك المراجعة اساسي. لو هتمد ايدك تسلم على واحدة افتكر الحديث ده كويس وما تفتكرش الكلام اللي كان في الفيديو بتاع الدكتور بعد اذن. اما بقى ايه ده؟ مين ده؟ ده الولد العراقي اللي حسبي الله ونعم الوكيل حرق. اوكي، جيت لاشتري كوكا كولا من هذا المحل. الشخص قال انت حرقت قرآن ما نبيع لك وانا بدون حمايه. قصدك ايه بدون حمايه؟ انت مستني ان هم يعملوا لك حمايه؟ يا ابني انت هتعيش في رعب مدى حياتك. انت عبره لمن لا يعتبر. جماعه اللي رد عليه وعمل معاه ده شخص مسيحي، متخيل الجمال؟ قال له انت حرقت القرآن بتاع المسلمين، انا مش هنبيع لك. وعراق بجد ناس جميله قوي ما شاء الله. ربنا يملى قلبك خوف ورعب اكتر ما انت. يلا سلام.